كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شخيم بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد نتحدث فيه عن النية. في اللقاء الماضي تحدثنا عن أولى محققات سلامة القلب وأولى درجات الوصول للقلب السليم، وقلنا أنه الإخلاص، إخلاص العمل لله، شرحناه بكل تفاصيله والسبل الموصلة لتحقيقه. فالإخلاص هو سر الخلاص يوم العرض أمام رب السماوات والأرض. يرتبط بهذا الموضوع موضوع النية، حيث أن بعض العلماء يجعل النية فرعا عن الإخلاص، وفريق يجعل الإخلاص فرعا عن النية. والسبب أن النية هي العزم والقصد. أي فعل وأي عمل ظاهري خارجي جوارحي دون استثناء يكون في البداية فكرة، ثم يتم تفعيلها ما بين العقل والقلب قبل أن تظهر للعلن على الجوارح. هذا التفعيل الذي كان في القلب هو النية. إذن النية هي ما يكون بين فكرة العمل وتنفيذ العمل. الشيء الذي بينهما هو النية والعزم والقصد الذي يقع في القلب. في الحديث المشهور والمعروف عند الجميع الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يقول عنه العلماء أنه ثلث الدين، في بعض الأقوال أنه أصل الدين. وأستطيع القول أنك لن تجد كتابا من كتب الحديث إلا وابتدأ به بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. جميع الأعمال، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح، إنما ينظر لها ويحتسب فيها القيمة بالنية. ولفظة إنما معلومة عند العارفين باللغة أنها دالة على الحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداها. أي ما من عمل مهما كان هذا العمل إلا وله نية وقصد في القلب، لأنه لا يمكن للإنسان العاقل أن يعمل عملا بلا نية. ومن هنا نتوجه لهؤلاء الذين ابتلوا بالوسوسة، الذين يقومون بالعمل عدة مرات ظنا منه أنه لم يعقد النية في القلب. هو يهم أن يصلي يسترجع تكبيرة الإحرام أكثر من مرة. أنت تخلص من وسوستك واطمئن، ولا تقم بإعادة ما تقم به من العبادة بسبب انعدام النية. فلا عمل من دون نية وقصد، وإنه لا يخلو فعل صدر من عاقل متيقظ مختار من نية، سواء كان من قبيل العبادات أو من قبيل العادات. وفيما يرتبط بقضية الإخلاص هي أن النية هو القصد على فعل عبادة. في كل عبادة أنت تحتاج إلى هذه النية بقصدك بالعبادة لله عز وجل.
أما الإخلاص فهو تفردك بالنية لله وحده، وأن لا تشرك بنيتك غير الله. الإمام مسلم يروي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من هنا يفهم الفرق بين النية وإخلاص النية لله، فكل يعمل حسب نيته، والنيات تتعدد، لكن قبول العمل عند الله هو بإخلاص النية لله. ومن هنا أيضا يعرف أن النية محلها القلب، ولا دخل للسان بها، وما يفعله كثير من الناس من الانشغال باللسان بالنية لا أصل له. معنى هذا أنه في رمضان على سبيل المثال لا يطلب منك أن تقول بلسانك: نويت صيام يوم غد من فرض رمضان لله تعالى. كل هذا ليس مهما، بل قيامك للسحور بحد ذاته إرادة ونية، وعزمك وأنت تأوي إلى فراشك للنوم أنك صائم غدا نية، بدليل أنه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب. فلو نوى إنسان بقلبه وهو ذاهب إلى الماء، نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد، صح الوضوء، ولو نوى عكسه لا يصح. أي بمعنى لو ذهب إلى الماء وفي قلبه النية أنه يتبرد لكن بلسانه قال الوضوء لم يصح وضوءه. وكذا لو قال بقلبه: نويت أن أصلي 4 ركعات لله تعالى فرض الظهر، لكنه في قلبه يقصد العصر، صح العصر. فالأصل والصحة لما في القلب لا ما باللسان. فحتى تخلص بعملك لله لابد من أن تستحضر النية، فهي شرط لقبول العمل بالإضافة إلى صحة العمل. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: القربات كلها مبناها على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد. ولهذا لو وقع في الماء ولم ينوي الغسل، أو دخل الحمام للتنظيف، أو سبح للتبرد، لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق، فإنه لم ينوي العبادة فلم تحصل له، وإنما لامرئ ما نوى. ولو أمسك، هذا كلام الشيخ ابن القيم، ولو أمسك عن المفطرات، عادة هو يذهب إلى العمل فيتأخر في الشغل، في العمل لا يأكل، ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القربة لم يكن صائما. ولو دار حول البيت يتلمس شيئا وقع منه لم يكن طائفا. ولو أعطى فقيرا هبة أو هدية ولم ينوي بها الزكاة لم يحسب الزكاة. ولو جلس في المسجد ولم ينوي الاعتكاف لم يحصل له الاعتكاف. رحم الله الشيخ ابن القيم، فقد فصل وأوجز. فأي عمل حتى يتم قبوله من قبل المولى عز وجل يحتاج إلى شرطين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل.
لذلك قالوا يقبل من الأعمال ما وافق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما وافق لا إله إلا الله بالنية والإخلاص، ومحمد رسول الله بالعمل الموافق لسنته وهو موافقة الشرع. لذلك قال ربنا عز وجل في أواخر سورة الكهف قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق للشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الذي فيه إخلاص. الشيخ ابن رجب الحنبلي يروي عن الفضيل تفسيره في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا هو أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا لوجه الله تعالى ولم يكن صوابا موافقا للشرع لم يقبل، وإذا كان صوابا موافقا للشرع ولم يكن خالصا لله تعالى لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال والخالص إذا كان لله عز وجل والصواب ما كان على السنة. فالنية أمرها عظيم أيها السادة، وإنما شرعت النية من أجل التمييز ما بين العادات والعبادات. الغاية من النية هي التمييز والفصل ما بين الأفعال ما هي عبادات وقربات وما هي عادات بين الناس. فالعادة لا أجر عليها، بينما في العبادة الأجر الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى. سبق أن قلنا أن العلماء يعتبرون هذا الحديث أصل الدين. البعض تساءل كيف يكون هذا الحديث أصل الدين؟ ربنا عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ووقت العبادة في الليل والنهار لا يزيد عن نصف ساعة. يعني لو جمعت الدقائق التي تعبد الله بها بالصلاة، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لا تزيد عن نصف ساعة مع خشوعك الكامل ساعة، فأين ليعبدون في 23 ساعة الأخرى؟ أجاب العلماء بأنه في هذا الحديث حديث سيدنا عمر الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصل الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن خلال هذا الحديث يصبح كل حركة من حركاتك عبادة، يصبح كل سكنة من سكناتك عبادة، أكلك عبادة، شربك عبادة، سعيك في طلب الرزق عبادة، معاشرتك لزوجتك عبادة. كيف ذلك؟ أنت موظف، أنت تاجر، تعمل وتسعى في مناكب الأرض. لما؟ أعمل لكي أجمع المال وأتفاخر به بين الناس، هذا أمر جيد، لكنك مفتقر للثواب. أنا أعمل وأشتغل كي أغني نفسي وعيالي عن مذلة السؤال، لك الثواب. أعمل وإن استطعت أن أغني غيري فعلت، حصلت على الثواب العظيم. انظر، العمل هو العمل، وإنما زادت النية، هي ذاك العمل نفسه لم يتغير، الذي زاد هو النية والإخلاص. حزت بالنية والإخلاص الثواب من المولى عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة، عن مذلة السؤال، وسعيا على أهله، وتعطفا على جاره، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مرائيا حتى ينظر الناس، لقي الله وهو عليه غضبان.
رجل يجلس في المسجد استراحة وآخر يجلس في المسجد اعتكافا، العمل هو العمل وإنما زادت النية. رجل أمسك عن المفطرات عادة وآخر أمسك بها عبادة. لذلك قيل عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. احفظ هذه المقولة: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات لأنهم لم يستحضروا الخشوع لله عز وجل، وعادات أهل اليقظة عبادات لأنهم استحضروا النية والخشوع لله عز وجل. مصداقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. حتى اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك تمازح زوجتك فترفع تلك اللقمة إلى فمها، إن قصدت بها وجه الله عز وجل وقصدت بها تطيب خاطرها ومعاشرتها بالمعروف كما أمر الله عز وجل، كان لك بذلك الخير الكثير. في حديث آخر الإمام البخاري ومسلم يرويان عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها لوجه الله فهي له صدقة. إذن النية أمرها عظيم. أبو موسى الأشعري يروي عن معاذ بن جبل، وكلاهما صحابيان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فعادات أهل اليقظة عبادات. تستطيع أن تجعل حياتك كلها عبادة وقربة، وأنت تكون الدنيا كلها لك محرابا كبيرا ميدانا مقدسا، فيكون كل عملك جهادا وكل عملك طاعة وقربة لله عز وجل إذا صحت النية وأخلصت فيه لله عز وجل. بل إن نيتك الصالحة تدر عليك الخير والثواب وإن تعذر عليك الفعل. الدليل الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه يروي عن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لذلك عندما سئل أحد العارفين من قبل أحد السائلين: دلوني على عمل لا أزال به لله عاملا، قيل له: انوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن تعذر عليك العمل. فنية العمل تأتي لك بالثواب ولو انعدم وتعذر عليك العمل. والعكس أيضا، لو كانت النية فاسدة تجني على ابن آدم. الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هو ينوي أن يؤدي ذلك الأمانة. من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، نيته صالحة فأتت له بالمنفعة. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. انظر كيف جعلت النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله للدين عنه، وجعلت النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. إنه القلب، سلامة القلب في غاية الأهمية، مهم جدا. فالنية الصالحة مع الإخلاص تجلب سلامة القلب. العمل الصالح الذي يكون فيه النية صالحة
تجلب لك سلامة القلب وقبول العمل. وكذلك النية السيئة والفاسدة تمرض القلب وتبطل العمل الصالح. الدليل: الإمام مسلم يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة 3: شهيد وذو مال وعالم. فيؤتى بالشهيد فيقول: أي ربي، ضحيت بنفسي من أجلك، من أجل كلمتك، جاهدت في سبيلك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما فعلت ليقال عنك شجاع. النية في القلب حتى ينظر إلي الناس أنني رجل قوي شجاع. كذبت، إنما فعلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل حصلت على أجرك. ثم يؤتى بالعالم فيقول: أي ربي، وضحت لهم آياتك. فيقول: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم، وقد قيل. ثم يؤتى بصاحب المال فيقول: أي ربي، استخدمت المال بالصدقة والزكاة على الفقراء. فيقول له: كذبت، فإنما فعلت ذلك ليقال عنك كريم، وقد قيل. قد حصلت على أجرك في الدنيا لأن نيتك لم تكن خالصة لوجه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الصالحة والإخلاص في القول والعمل. ألقاكم غدا، وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.